إن ولد في يوم ما وسيموت في يوم ما. يبقى السؤال: أين موقعك الآن؟ في البداية أو المنتصف أو النهاية أو ربما في الطرف؟ لا أحد يدري سوى الواحد الأحد، وما دمنا لا ندري فماذا ننتظر؟ أعظم شيء مخيف في هذه الدنيا هو الموت المفاجئ لشخص غير مستعد. قال أحد السلف: لو قيل لي أني أموت الليلة ما زدت في عملي شيئا. يا الله، حياة بلا قشور، فلماذا يخاف القبور؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. نعم، الحياة هناك، فالموت نهاية لحياة الجسد وبداية لحياة الأبد. نحسبها رياضيا: كم سنعيش؟ 60 70 80 100 200 ألف سنة مثلا. 1000 سنة نعيشها في الدنيا مقارنة بحياة الآخرة، حياة الخلود الأبدي، لا تساوي شيء. القاعدة تقول: أي عدد مهما كان كبيرا إذا قسمته على ما لا نهاية يساوي 0. هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة، أحداث قصيرة وأشياء صغيرة ضخمها طول الأمل. استحضار الموت يا صديقي واستشعار الحساب يجعل الدنيا في حجمها الطبيعي. الموت لا يستأذن أحدا ولا يستثني أحدا، ولا يعترف بالعمر ولا يراعي الحالة ولا يخيرك المكان ولا يجامل ذا المكانة. هو مصير الأحياء وقاعدة لا تعرف الاستثناء. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كلنا يريد الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولم يقل بما كنتم تأملون. فالرغبات وحدها لا تكفي. بادر، فالباب الآن غير مقفل، والعاقل من إليه يقبل على عجل قبل انقضاء الأجل. فابدأ المسير واستعد للرحيل، فجنائز الغد تتنفس الآن.